في إمضاء كوثر بن بلالة. موعد الأحد لحبيب شغال مع حسام الدين الأمامي وضياء الدين الكريفي. السبت من نص النهار الماضي ساعتين في العتيق مع معز الغربي وملوف كل أحد من ماضي ساعة. بعد رياضة وأهداف برنامج ملة ساعة من 5 برنامج يوم سعيد. هذا الموعد الصباحي اليومي اللي تلقاه على موجاتنا اليوم نهار الأحد 21 ديسمبر. اللهم في آخر جمعة من هذا الشهر نسألك أن تغفر لنا ما مضى وتصلح لنا ما بقي وألا تخرجنا من أيامه إلا وقد رضيت عنا. اللهم اجعلها جمعة جبر تداوي بها القلوب المتعبة وتفرج بها الهموم الثقيلة وتفتح لنا فيها أبواب خير لا تغلق، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مرحبا بكم معاي البنات، ان شاء الله تكونوا في خير ونعم الناس كل، ان شاء الله يا رب تكونوا كل في افضل حال. رجعت لكم فيديو جديد، اول روتين من دارنا، اول فطور صباح دينا عم بيصلينا. هذا اول روتين كما قلت لكم ما في دارنا، اول نهار نعدي في دارنا. انا المحل راني مش نعدي عطله كامل، مش نعدي ايامتها كهو معناتها يمكن 3-4 ايام. لمحل نهار الخميس ان شاء الله عنا وطيه. الحق تاع ربي مشني ماشيه امي اكهو مش تحضر هي بركه، فهمتوا معناتها انا نهار الخميس ان شاء الله هي تخرج الصباح ويمكن نخرج معاها، ولا نعدي فطور صباح، والا نعدي شتر نهار. لا بيا معناتها نخرج مع بعضنا ان شاء الله. هي تقصد ربي معناتها بطبيعه ماشيه، وانا نروح لداري، فهمتوا ان شاء الله تعديوا ايام حلوين اكيد معناتها متاكده. هو لما حاله طقس بارد وممطر نهارنا ذوما سورتو غدويكا معناتها يحكيوا عليه طقس ممطر على الاخر، فهمتوا معناتها لا خارجه لا داخله هنا قاعدين في الدار. اما كي تلقى معناتها الونس وتلقى مع شكون تتكلم هكا وتعمل جو، تستغنى على الخروج وتستغنى على الدنيا كل معناتها بيك معناتها من الدار ما تخرج. هو بطبيعتي انا راني كي نمشي لدارنا ما عندي وين نمشي، ما نمشيش معناتها حتى المجازان ما نمشيش، ما نخرجش الجمله. ريتو من اللحظه اللي ندخل فيها انا من دار الباب دارنا معناتها، من اللحظه اللي ندخل فيها انا من باب الدار ما نخرج كان باش نروح، فهمتوا نادرا هكا معناتها يبداو ساعات يقرقوا بيا هيا بربي اخرج، ولا هي الاخت تقول لي بجاه ربي هيا كتب لها طقس باهي وكذا، بربي هيا اخرج اقضي معايا، نخرج معاها نتوانسوا هكاكا. ولا ساعات نطلعش الهوية مثلا نشوفش عندها، ولا مره في القديش راهو ما الاغلبيه ان الحق تاع ربي من الدار ما نخرجش معناتها. حتى معناتها القضيه ساعات نستخفوا بشهاب نبعثوا هو يقضينا هو واصحابه هكا معناتها كما تعرفوا كذا عاده. والله يطلبوا فيه ويعاودوا السبت معناتها قبل ما نمشي يكلموا فيه على الميسنجر جاي والا لا. هم يحبوه على الاخر في حومه دارنا، عامل اصحاب اكثر من اللي عاملهم في الزهر. عاد كي يصلعوا هكايا يبداو ينقصوا على امي شهاب جاي والا لا. قالت لي والله يبداو ماشيين جايين شهاب جاي في العطله والا لا، يحبوا يطمنوا معناتها يحبوا يعرفوا جاي ولا باش يربوا مع بعضهم، وفهمتوا وين الحق تاع ربي لهنا مطمن عليه على الاخر على الاخر بالحق معناتها في حومتنا لهنا رايده برشا الحومه والصغار ما شاء الله عليهم تبارك الله معناتها عاقلين وما شاء الله متربين وتبارك الله قرايين، فهمتوا كي يمشي بحذاهم معناتها نمشي يقعد في دار جارتنا ولا كذا نبدا مطمنه على الاخر معناتها مطمنه. ولا ساعات نكلمها تقول لي ما يهمكش فيه خليها وقعد بحذا الاولاد يقعد ساعات يفطر بحذاهم زيادة تستدعى للفطور، فهمتوا معناتها صحابه يحبوه ما نحكي لكمش، فهمتوا مفيد. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. عملنا فطور الصباح عدا كما شفتوا البنات، هذه اول فطور الصباح حطينا شويه زيت زيتونه وشويه معجون. امي والله حبت تعمل حاجه هكا، قلت لها ما تعبش روحك الموجود نفطروا به، ما تعبش روحك وما تشقيش روحك. راني انا بالحق انا شفتوا كي نمشي لدارنا اخر حاجه نخمم فيها الماكل. امي تبدا تقرق بي تقول لي بالله شنو نطيب وشنو نعمل شنو كذا، قول بالله ما تعبش روحك. انا راني حتى كي نقلي عظمه نفطرها، تقول لي تو هذا كلام جاي معناتها فهمت باش نطيب لك عظمه ولا كذا، نقول لها طيب اللي يعجبك بالحق معناتها تحب تطيب برشا تحب تطيب شويه ما يقلقنيش. انا المهم في دارنا نبدا عامله جو والله العظيم، حتى كي ناكل قد ما خبز نبدا فرحانه على الاخر فرحانه معناتها انا ماشيه معناتها باش نعدي بحذاهم ايامات، ماشيه باش نطير منهم وحشه، ماشيه معناتها باش نشبع بيهم، ماشيه باش نضحك نلعب ناخذ كلمه نعطي كلمه شني ماشيه معناتها بالحق والله العظيم، فهمتوا مسكين عاد امي تبدا تقرق بيا بربي شنو نحط لك بربي شنو نشري وبربي شنو نطيب وشنو نعملوا، تولي بعد كي تتصرف هي وحدها مفيش. قلت لها انا الصباح
كنت مش تبعث لها اختي تقضي، قلت لها برجي بنا قضيه نتاع فطور الصباح، قلت لها علاش تخرج فيها معناتها على الصباح وكذا، بالله اللي عندك نحطوه. عندنا زيت زيتونه ما شاء الله، عندي انا هزيت معايا كوكيز، هزيت معايا كوكيز وحطينا زيت زيتونه ومعجون. حطت هي كل اسمه ذاك كلمه المرجان ولا شنو هي ذيك نتاع الجزائر، حطت كعبه تمر ما شاء الله معناتها تبتع ولا تبارك الله، حطت عسل زاده وخبز طابونه سخناه تبارك الله، قسيناها ربيعه كي وسخناه ما شاء الله. يا اخي الواحد مش مش يفطر هذه كل، انا بطبيعتي في داري قهوه وكعبه بسكوت ونقوم، ما نعملش منه قاوق كبير اني فطور الصباح، بورتون راني نحبه. احسن قاعده معناتها عندي بالنسبه لي انا قاعده فطور الصباح. اما انا شنو نحبها القاعده، نحبها بالقهوه مش بنحبها بالماكله. مثلا الماكله ما تقلقنيش، ناكل كعبه كرواسون، ناكل عظمه، ناكل خبز وزيت، ناكل خبز ومعجون موجود، ما يقلق حتى كعبه بسكوت وناكلها فهمتوا، ما يقلقنيش. بقى شنو القهوه نحب نشرب قهوه الحليب، وبعد كي معناتها باش نقعدوا هكا نبداو نهروا عاده وناخذوا كلمه ونعطيو كلمه، تعرفوا كذا معناتها فطور الصباح، وعسيرتو كي يبدا معناتها في الكوجينه هكا فما قاعده وكذا، ما عادش نجم معناتها تقوم جمله من بلاستيك فهمتوا. الحديث طويل ما شاء الله، نقول روحنا كيف فطور نص النهار فهمتوا. كهو احنا بطبيعتنا تبارك الله معناتها انا وامي وهلا اختي كل واحد يشد حاجه هكا. انا مثلا ناخذ الماعون، ديما نقول لهم خلوا لي انا الماعون فهمتوا. وامي هكا تبدا تدور هكا ترتب وكذا، تبارك الله دارها مرتوبه ما شاء الله ومنظمه، تعرفوا والله مصلي عني عليها ميمتي حره الحراير، دارها تشعل هكا بالنظافه فهمتوا ما شاء الله، ومرتوبه ومنظمه كل حاجه في بلاصتها ما شاء الله. ديجا حتى انتم لاحظتوا معناتها برشا فيكم حتى كي في قناتها يكتبوا لها في نفس التعليقات ما شاء الله على الكدا، ما شاء الله على الرتبه ما شاء الله فهمتوا تبارك الله. معناتها مرا امي منظمه بطبيعتها، معناتها من صغرتنا نعرفوا امي مرتوبه ومنظمه ونظيفه فهمتوا. تحب القضيه برشا ما شاء الله عليها فهمتوا، ما تعرفش معناتها قضيه صباح كها ولا قضيه ليلي، عند امي القضيه ذيك نهار كامل معناتها ما فماش هذه قضيه الصباح العشيه ما نعمل شيء ولا ليه، بالعكس امي تبارك الله عليها معناتها قضيتها الاغلبيه العشيه فهمتوا، التنظيم وكل الرتبه وكذا كل تعملوا العشيه فهمتوا. مفيد. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كل حد احنا عندنا هلا اختي هي اللي تاخذ قضيه الشارع، تحب هلا معناتها تقضي من الشارع، تقول لك اعطيني انا نمشي نقضي، انا هاني ناخذ الكوجينه ناخذ الماعون وكذا ونعمل ساعات مسحه للدار، وامي عندها صابون وعندها الفطور وترتب هي البيوت، خاطر هي تحب تفهم عندها سيستمها وكذا، حتى ترجع الماعون تبدا واقفه عليه تقول لك ما ترجع الماعون الا ما توريني، تقول لك انا نحب كل حاجه في بلاصتها بالسنتي بالمليمتر، نحبش هذه كيس لهنا يتحط على اليمين تحطه لي انت على اليسار، لا انا نحطه في اليمين نقاه في اليمين. تقول لي لا ترجع الماعون ما تاخذوش انت، اغسلي الماعون اغسلي الغاز، عمل لي مسحه كان تحب، سايق قدام باب الدار، سايق المنشر كذا معناتها فهمتوا، والباقي كل خليهولي ليا انا فهمتوا. وهي والله العظيم امي راهي ما تحبنيش نقضي، تقول لي كي تجي نحبك اقعد وحنا تو نعملوا كل شيء بطبيعتنا، احنا معناتها كل يوم نقضي وكذا، اقعد وحنا نعملوا كل شيء. من الحق تاع ربي نحب نتحرك، ما نحبش معناتها نمشي ونقعد، حتى معناتها على بدني نحس روحي كلي معناتها نحس روحي نتنفخ فهمتوا. بالحق والله ساقيتي تنفخ من القاعده، نحب ندور نحب نحرك تقولش عليه في داري معناتها فهمتوا، باش الواحد يقعد ناشط يقعد كذا. يا بنات بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ايش احوالكم؟ بس عليكم ان شاء الله تكون ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بدينا عندي صلينا تو باش نبداو بالصلاه على النبي. احنا ننظفوا في الدار كذا صافي. عندك ساشي اللي تاع زبله هيك القشر مع السنان ما يهمش نقطعك السنان مادام جيت نمشي نهز من ظهري بصبر حرب بنين هذاك يهبل هذاك. اعطيني حاجه للسناري، حاجه للسناري. هذيك السنان شنو هي هذه؟ هذه الازرق. هذه المعدنوس. لكن هذه كيما قلت انا العظيم ندخل نشوف الناس تحبش، انا عندي شكشوت السفناري قاعدش طيب فيها العباد، لقيت واحد بركه نقول لك توا معروفه برشا مش برشا يا سيدي الفيديو قول لك قداش عنده كلش حمي. كيفاش قاسين السفناري؟ السفناري قاسينها ترونشيت وهي شكشوت السفناري ما تجيش ترونشيت تجي هاو شنو عليك هي تعطي قصفي نفس هذيك
في الراس. وين قص الراس؟ هاي قص الراس تشوف العروق. السفنارية كيفاش تجي؟ تجي مكعبات صغيرة معناتها. هي حتى أنا كيف نعرفها كيما نقصوا البطاطا جويدة معناتها. هي بطاطا على فكرة يا بنات عدلوية وعلى فكرة يا سماح الشكشوكة السفنارية ما تتحطش بعد ما تقلي. هي تقليها هي الأولى. هي والبصل تقليها هي الأولى. شكشوكة البطاطا نقليو البطاطا. يعطيك الصحة. قليها هي الأولى في البصل. تقليتش شوية خاطر كي تتقلى حطي لها. مش قصة السفنارية. كي تتقلى يا سماح عبارة طيبتها. ما تقعدش تغلي. فهمتك. لو انت بطاطا هي اصلا كي تتقلى السفنارية تخرج شكل الحلاوة نتاعها. صحيت. وبعد كي تفوت. حسيروا احنا اليوم البنات باش نعطيكم فكرة على المنيو خاطر المنيو اليوم سوري عربي في نفس الوقت. صحيت. اليوم باش نعملوا شكشوكة السفنارية على اصولها. مش معروفة بالقدام بالطبيعة. هي مش نعطيكم امي شكشوكة السفنارية. والله كنت تخلت بالضبط يعني. باش الناس راهم يعرفوا الشكشوكة فلفل وطماطم وبصل والا بطاطا ولا قراع ولا لا. فما لا وقت السفنارية برشا انواع تاع شكاشك راهو. نحنا كل فصل يا سماح يستغلوا بالطبيعة. صحيت. خاطر واش نعملوا؟ عمي قراوية فريش. خضرا ما شاء الله. صحيت. باش نعملوا خبزة محشية بالسكالوب نتاع الدجاج. بالدجاج معناتها خبزة محشية بالدجاج. فهمت على طريقة امي المرة هذه باش نعملها انا. اليوم راني لا اليوم ضيفة وكيفاش يقولوا فيها اليوم نعاون هكا نقشر لها نغسل لها معاهم نغسل لها هكا. اما الدبارة والطريقة عليها هي. فهمتوا؟ هاي تقص فيها هي توا تقص فيها جويدة كيما نقصوا البطاطا معناتها كي نبداوش نقليوها في الطاجين ولا. قصي نقشريك الكل. قشرها هاي قشرها. مشو برشا هكا. ليه والله لينا يا سماح بالحسن ما يحبهاش. طيبيش نصدق بالله والله ما يحب بالحسن اي حاجه فيها سفنيه تبدا حلوه قراع ما ياكلهاش. الخضره الحلوه ما يحبهاش. سماح يقول لك حلوه ولا هاكا ونطيبها وتشوفها او كل نعرفها يا مني. قبل ما كناش طيبوا فيها داكشي زاد. يا اول مره باش ناكلها ما طيب فيها ديما انت. اما انا غاديك في الدار ما طيبش خاطر بالحسن ما برشا ما يحبوش خاطرها حلوه. وهي بالعكس فيها الفيتامين. هي متذوب راهي ريت هذا الكل متذوب راه. تحب هي البصل هذا هي تمطح على البصل البصل الشتوي زيدي بنان على البصل قصت المعدوسه ديال تاع الخبزه المحشيه. مش هذاك الكل بالطبيعه هذاك برشا يتسمى. توا برشا ناس زاد الفرفوش ما يحطولوش السفناري. انا نحط السفناريه في التوفير ونحط السفناريه في الصلصه. في الصلصه الزبادية مش نكونوا رواحنا. عادي اسمها كينا نقضي في الدار نتاعك. انت اليوم تقضي في دارك وبالك هيك هي الدنيا. قديش مشو برشا يتسلوا باهي. قداش نخلي لك تصلوا نهز البيت. خليك زوز هكا هكا زيتا هذوما بنيتنا هذوما نهز بحكم ميل هذوما ساشي في الفريجيدير. هذوما مقص على البوسوحات. نقصلها شويه هذيا نعطيها شويه من هذيا هكا مثلا هكاك العرشه خاطر زيتا بنينه. نزيد هكا يزي هكا نزيد هكا. اما انت قص ما تخلوش طويل خاطر تحطهم في الفريجيدير. باهي
جات ما تروشيت سلام. غسلنا المعدنوس سلام، غسل المعدنوس باش ما يضلش فيه الماء. يا راي ما تفرش ما تكبرش هذي. ليش الشوكة؟ كاو لهنا باش نحضروا فطور نص النهار. دبرنا باش نعملوا خبزة محشية بالدجاج، بسكالوب نتاع الدجاج. تشوفوا جات تهبل ولا لما حالة معناتها بالطبيعة الوصفة كاملة تلقاوها على قناة أمي يوميات جدة تونسية بالتفصيل، فهمتوا؟ تو تلقاو غاديكا مفاجأة فما مفاجأة تستنى فيكم في الفيديو هذا. فما فيديو قبله هو مش يهبط، اللي هو فيديو يذولي فيديو عملت فيه أمي كسكسي حاجة هكايا، مش يهبط هذاك قبل، وبعده هو يهبط الفيديو نتاع الخبزة المحشية ولا الشكشوكة نتاع السفنارية، فهمتوا؟ باش يبدا في بالكم هاوكا. فما فيديو مش يهبط لكم قبل الفيديو نتاع الخبزة المحشية. مفيد. لهنا شنو عملنا يا ربي؟ انا حطيت هي معناتها ركحت الماكينه وقعدت يصب فيها البرودوي وخدمها معناتها باش ننشر الصابون. الطقس البرا باهي شويه هكا متحسن شويه مش برشا، اما العشيه بخنست شويه هكا المطر، وقالوا غدوك ان شاء الله فما مطر قويه، فهمتوا؟ قالت خلينا نغسل الصابون كل معناتها نرتاح منه. تبارك الله ماكينتها كبيره، هي 8 كيلو ولا الماكينه نتاعها تهز معناتها عبايه بالكدا فهمتوا؟ عملت كنسة أنا لهنا بعد ما قسينا الخضرة هذيك بالطبيعة معناتها كيما تعرفوا لازم القاعة تتمسخ، وفطرنا معناتها فطور الصباح. نفضت القاعدات هذوك. فما شكون قبل فما شكون مرة سألتني عليهم القاعدات، قالت لي صورهم لي معناتها المجلس هذايا، فهمتوا؟ صوره لي بالتفصيل. أنا ديما نصور فيه راني والله، ونمشي لدارنا راني ديما نصور، فهمتوا؟ ديما نصور في المجلس هذايا. احنا فطور صباح ولا فطور نص نهار ولا كذا، هذيك مبني بالطبيعة المجلس هذا مبني، فهمتوا؟ احنا عاملينها كيما القاعده هكايا، خاطر احنا نحبوا قاعده الكوجينه برشا. حتى خالتي وخوالي كي يجيو صغارهم وكذا كنا نحبوا قاعده الكوجينه برشا. علاش امي مكبره الكوجينه؟ خاطر احنا كنا نحبوا القاعده نتاع الكوجينه، فهمتوا؟ نحبوا نقعدوا معناتها قهوه وكاستي، فما شكون يبدا طيب معناتها في الفطور وحنا نبداو قاعدين بجنبه. الله غالب احنا من هواة قاعده الكوجينه، ما نعرفش شكون كيفنا هكايا.
فما ناس ما يحبوش يقول لك نفطر نمشي نقعد في الصاله. احنا نفطروا نلموا بلاصه الفطور، نعملوا كنسه، نعملوا مسحه معناتها كذا. وكي مش نرجعوا نشربوا كاستين نحبوا نشربوه في الكوجينه، فهمتوا، نبداو كلنا قاعدين مع بعضنا وتلم معناتها الناس الكل، وتحس هكا فما الدفء العائلي بالحق والله تحس فما دفء عائلي. يبدا فما مثلا عشان الفطور يبدا قاعد يطيب هكايا ريحه الماكله، فهمتوا، والعائله الكل تبدا ملمومه وضحك ولعب وكذا، خاطر فما ريتنا تبارك الله يحبوا اجواء اللعب. وعائله، احنا عائله نحبوا التفديك ونحبوا الجو ونحبوا شيخات ونحبوا معناتها بالحق اصحاب النكته يطلعوا لك النكته من الحيط يضحكوك من لا شيء، فهمتوا. حتى بابا يرحمه راهو ينعم ويغفر له ان شاء الله ويرحم جميع المؤمنين. بابا نفس الكاركتير، فهمتوا شنو هو، دافي شويه هيك والله بابا يرحمه وينعمه معناتها فدليك ويحب الجو بابا ويحب العائله برشا، ويحب معناتها شكون يحب الضياف، فهمتوا، يفرح برشا تبدا فما ضياف جايه ولا يفرح برشا برشا ويبدا يكركر ويجيب ويقول ما جبتش. بالحق والله يرحمه وينعمه مكرم برشا، وكان معناتها مضياف ياسر، فهمتوا، يفرح بالضيف برشا برشا برشا، فهمتوا. كان فاميلته هو ولا فاميلتنا احنا، راهو احنا ما عندناش معناتها فرق بين فاميلة بابا فاميلة امي. ايه بالطبيعه هذوك عموماتي وهذوك اخوالي، معناتها الاثنين عندهم نفس المعزه ونفس الغلاوه، وغلاوتهم بالطبيعه راهم من غلاوه امك وابوك، هذه معناتها باش يعرفوها برشا ناس غلاوه عمك وعمتك وخالك وخالتك من غلاوه امك وابوك. اذا كنت تحب امك وابوك تحب فاميلة ابوك تحب فاميلة امك، فماش هذه معناتها ما في حتى كلام، فهذيك صله رحم راهو، فهمتوا. تعرفوا معناتها قاطع صله الرحم من نهار اخر معناتها حتى الجنه ما يشمش الريح نتاعها، فهمتوا. هذه معناتها هكايا تذكير صغير من ضمن احنا تو داخلين على راس عام وداخلين على بدايه جديده وعام جديد وداخلين على مرحله جديده ومعناتها صفحه جديده كما يقولوا فيها. ميساج كان واحد عنده اختلاف هكايا ولا مع سوء تفاهم مع حد ولا متعارك ولا ما يكلمش خالته ولا خاله ولا عمه ولا مماته ولا امه ولا ابوه ولا خويته ولا مقاطع، معناتها فهمتوا. ميسالش ما يتسمش نقص من روحه والا طايح من قيمته كي يمشي هو معناتها يبادر بالصلح والا يبادر معناتها بالتسامح ولا اللي هو معناتها، فهمتوا. ساعات الحكايه كل تبدا معناتها مربوطه في مبادره صغيره هكايا ولا خطوه هكايا تعملها، معناتها ساعات الانسان الطرف الاخر يبدا هو بيده يحب يسامح ولا يحب كذا اما ما عندوش الشجاعه. ميساج كيبدا الانسان هكايا معناتها يتشجع ويمشي يطلب السماح والا يبادر بالصلح والا عادي، راهو هذه فاميليا وهذه دم وهذه معناتها صله رحم، وفهمتوا ما تسميش راهو نقصت من روحك، راهو بالعكس والله العظيم معناتها واحد ما فماش ما خير انه واحد يكون قلبه صافي مع عائلته، فهمتوا، خاصه مع عائلته، فماش ما احسن من ان تكون قلبك صافي. ديما واحد ماذا بيه يغض بالبصر معناتها ويغض السمع ويحسب روحه ما سمعش، يحسب روحه ما شافش، معناتها برشا حاجات ما يصيرش، مش بالضروره كل حاجه نكبشوا فيها ونشدوا فيها هكايا معناتها ونعملوا منها مشكله ولا نعملوا منها وتكون سبب للقطيعه ولا كذا. ساعات معناتها الانسان يكون لو كان مثلا تغاضى على كل حاجه هذيك والا حسب روحه ما سمعش ولا لعن الشيطان مثلا فك اللحظه هذيك يمكن ما كانتش تصير معناتها كل المشاكل الكبيره اللي توصل حتى للقطيعه بين الاخوات والا بين معناتها الفاميليا ولا كذا، فهمتوا. حاجه كبيره برشا بالطبيعه وساعات تبدا مربوطه في خطوه صغيره هكايا ميساج كي نبادروا عام جديد تو داخلين عليه، فهمتوا. ان شاء الله ربي يصلح حال الناس كل ان شاء الله، امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. كهو هنا اللي بنت بعد ما حضرنا الفطور كما قلت لكم ادخلوا لقناه امي ان شاء الله. الفيديو الجاي ليه الفيديو اللي بعده تلقاو معناتها الوصفه نتاع الخبزه المحشيه وشكشوكه السفناريه، نتصور برشا ناس ما يعرفوهاش، هذه معناتها وصفه من قاع الخابره دي وصفه معناتها قديمه زمنيه من قاع الخابيه، برشا ناس ما يعرفوهاش. اش قلت لكم امي راه تبارك الله عليها عندها وصفات قديمه برشا، فهمتوا. تو ان شاء الله كل مره هكايا تحاول تعمل لكم وصفه من الوصفات داخلين على رمضان تو عاده ما شاء الله برشا قالوا لي جبت رمضان وجيت، والله ماذا بيا واش خص كان جاي رمضان عام 12 شهر شكون يكره معناتها بالحق في الاجواء الحلوه. سيدي رمضان كله جو وكله خير وكله بركه، ما خيرش الا منه، احسن شهر في العام هذاك، فهمتوا. وسبحان الله راهو السنه تحس رمضان هكا يجي يجري ولا والله العظيم بالحق معناتها مش انا معناتها نجيب في رمضان معناتها ليه، والله هو معناتها الشهر ما شاء الله تحسوا هكايا جاي يجري معناتها بالحق. ان شاء الله شهر الخير يا ربي يدخل علينا بالبركه، وبالطبيعه شهر الخير ان شاء الله يدخل علينا بالبركه والخير ان شاء الله. شعلت كانون صغير كنا نعملوا ليه هكا شويه بخور
كنا باش نعملوا كانون كبير، انا حبيت نعمل كانون هكا الكبير هذاك معناتها نحطوا عليه برد التي ونعملوا تبخيره وكذا. يومي قالت لي الدار تبارك الله دافيه، مش علي نشوفها السنترال الدار ما شاء الله دافيه بالكدا بالكدا فهمتوا. قالت لي مش تزيد تسخن لنا وتزيدوا معناتها نزيدوا نسخنوها الدار برا. قالت لي اعمل كانون صغير جوست نتاع تبخيره هكايا ونشعل ونطيبوا البراد على الغاز فهمتوا. قلت لها كيما تحب انت معناتها، المهم انا هاني معاكم لا تنسوني الحاجه اللي تحبوا تعملوها اعملوها. المهم هنا قاعدين القاعده المزيانه هذيك، ولينا جبنا شويه كاكاويه وجبنا طبليش تاع شوكولاته وشويه بورقدان هكايا. وعملت امي كاستي احمر هذه بالحشيش، حطت فيه الحلحال وحطت فيه شنو اخر يا ربي الريحان، ريحان وحلحال، وحطت فيه زعتر وحطت فيه شويه كليل ونعناع. عملته معناتها بالحشيش يبدا احمر خفيف شويه، خفيف معناتها مش هو ثقيل، لازم يكون خفيف فهمتوا. وتطبخ معاه شويه هكايا حشيش كما قلت لكم، حلحال وريحان وزعتر ونعناع وحاجه هكا معناتها. ان شاء الله نكون معناتها ما نسيتش حاجه فهمتوا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يجي بنين راهو يجي بنين يهبل فهمتوا. اما شنو لازمك تعملوا خفيف ما يجيش معناتها ثقيل. هنا قاعده تقول لي على الكانون، قالت لي مش نحطوا على هذه باش ما يحرق الهش باش ما يحرق الهش الميد على خاطر الكانون صغير. قلت له اعطيني هذه القلايه هذه البلاش يد نحطوا عليها هي الكانون الصغير. هو جوست نتاع تبخيره راه مش نمشي نخليه في الصاله ولا كذا فهمتوا. لهنا انا قاعده نذوق في التاي معناتها باش نشوف الحلاوه نتاعو. امي ما تحبوش حلو، تحبوا يبدا مر شويه. وين الحق تاع ربي تاي احمر مر ما نشربوش ولا كي يبدا فهمتوا. لهنا غفلتها زدت شويه سكر باش نزيد شويه اخرى معناتها نفه اخرى سكر. وهكاك قالت لي ياسر حلو ولا شربت كاس بالسيف فهمتوا. قالت لي ياسر حليته، ما في باليش بيا راني زدت السكر باش في بالها معناتها هي ركحت له اموره كلي ممسو حتى حد. وانا زدت الماء وزدت السكر، زدت رخفته شويه خاطر حسيته ثقيل فهمتوا. التاي الاحمر ما نجمش نشربه هنا كي يبدا ثقيل شويه. وزدت السكر خاطر حسيته مر فهمتوا. مع كل الحشيش اللي حاطتهم هي ما شاء الله حسيته معناتها كل جاي قوي شويه فهمتوا. فما اخت معنا البارح طلبت مني باش نوريها الدواء اللي خذيته معناتها للبرونشيت، وقلت لها ان شاء الله تو في الفيديو الجاي نوريهم لك فهمت. على اساس باش نوريك راني في الفيديو هذه ولا صدقني معناتها على اساس راني باش نوريك في الفيديو الدويات فهمتوا. ساعه فما قبل كل شيء فما دويات ما نجمش نقول لك عليهم كيما الزرارق هذوك كان بالاردونونس، اصلا هما ما يدقوا في الفارماسي كان بالاردونونس. هذوك معناتها ما فيهمش كلام، وهذوك هما اللي عليهم العمده وعليهم الفايده فهمتني. اول حاجه الساعه ان شاء الله ربي يحصلك شفاء، ربي يشفيك ويعافيك خاطر بالحق البرونشيت راهي حاجه صعيبه برشا ماهيش سهله، متعبه على الاخر فهمتني. ومتبرة كان بالدواء معناتها الطبيب هذه معناتها ما فيوش كلام ضروري. معناتها الطبيب راهو بالحق معناتها هو الحل الوحيد للبرونشيت. قد ما تاخذ دواء عواني ولا طب بديل ولا ما نعرفش تمشي تاخذ من وحدك هكاك معناتها من الفارماسي، راهو هذاك كله مسكنات ما يداويش البرونشيت فهمت. الحل انك تمشي للطبيب. فما زرارق وفما حرابش ما نجمش معناتها انا نعطيهم لك خاطر هما اصلا ما يدقهم لك الفارماسيان كان متمدلوا الاوردونونس ميديكال فهمتني، يدقوا كان بالاوردونونس. ولا حرابش نفس الشيء هذوك الطبيب يقول لك قداش الدوزه وقداش تاخذ من نهار تريتمون معناتها لازم الطبيب فهمتني. يعني الطبيب ضروري. نحب نشكركم البنات زوز شكر نحب نشكركم على حاجتين. اولا نشكركم على تعليقاتكم الحلوه، ونشكركم على مساندتكم، ونشكركم على ثقتكم فيا. شكرا لكم الكل وشكرا لكم برشا مرات بالحق. قد ما نشكركم ما نوفيكمش حقكم. ربي يخليكم ليا. وهذيك انا شنو ننتظر منكم كان الدعم، وننتظر بكم المحبه كيما انا معناتها صادقه معاكم. انتم الحمد لله كنتوا صادقين معايا. ربي يحفظكم وربي يخليكم، ودعمكم ليا راهو على عيني وراسي ما ننساوش طول عمري. هذه حاجه الثانيه نشكركم على محبتكم لامي خاطر محبتكم لامي هذيك دليل على محبتكم ليا انا راهو، والا لاخواتي معناتها نفس الشيء. معناتها انتم تعرفتوا على امي من خلالي انا فهمتوا. محبتكم لها هي وكلامكم الحلو اللي قاعدين تقولوا لها فيه راهو هذاك تقوش عليه وصلني ليا انا فهمتوا. ذيك بالحق تقوش عليكم معناتها شكرتوني
شكرتوني انا. ربي يخليكم وربي يحفظكم وربي يفضلكم وربي ان شاء الله يعطيكم ما تتمنيه، وان شاء الله ربي يدخل عليكم العام الجديد بالبركه والخير والسعاده والنجاح والصحه، وربي ان شاء الله يعطي لكل سائل سؤله ان شاء الله، امين يا رب العالمين، ويحقق لكم كل امنياتكم ان شاء الله في العام الجديد هذايا. ربي يخليكم ليا وربي يسعدكم وربي يفضلكم. بكم تقريبا لاخر الفيديو البنات، ان شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم. انتظروا مني برشا فيديوهات حلوه ان شاء الله من دارنا ان شاء الله بقدره السميع العليم. نتلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. نهاركم سعيد الناس كله في الامان.